طيب يا جماعة جايين في تصريح كده ايه، في عز الكلام على المدربين الاهلي والبتاع، فاهم؟ الكلام شغال على مدربين الاهلي كتير طبعا. مفيش بقى مورينيو، احنا اتفقنا خلاص مفيش الكلام ده يعني. قال لك الراجل اصلا لا افكر في التدريب في افريقيا والكلام ده. تعال بقى نشوف. بيتسو موسيماني اسمه ارتبط بالنادي الاهلي في الساعات الاخيره، هو وجوزيه جوميز. جوزيه جوميز الفتح بيحاول ان هو ايه، واخد بال حضرتك، يخلص الدنيا معاه ويمدد عقده والدنيا تظبط ماشي. طب نيجي لموسيماني. موسيماني خرج بتصريح، يعني مش عارف يعني هو بيقطع رزقه فاهم قصدي؟ قال لك ايه بقى، ركز في الجملتين الجايين دول. قال لك لا افكر في العوده لتدريب الاهلي مره اخرى. حلو. بس كده وسكت؟ لا، قال لك الا اذا ادركت اداره الاهلي حقيقه جوهريه ان كره القدم ثلاث اضلاع: مكسب وتعادل وهزيمه. انا غير مستعد للعوده الى نادي يرى ان الكره هي مكسب فقط. يعني ربيتوا للراجل تروما يا جدعان، والله حرام عليكم. يعني الراجل برضه حط نفسك مكانه يا صاحبي. انت لما تشوف التصريح ده، هو مش بيقل من قيمه النادي ولا حاجه، لا هو عايز يقول لك انه عادي ان انت في الكوره تخسر وتتعادل، ده معنى كلامه يعني. بس هو اللي مش قادر يفهمه ان جماهير الاهلي ما لهاش فيه القصه دي. انا اكسب بقى، هي حلوه هي مش حلوه، هي ليا هي مش ليا، هي صح هي غلط، هي ظلم هي مش هي، انا اكسب وبعد كده نشوف بقى. فاهم؟ ده تفكير الجماهير يعني، وبالذات جماهير الاهلي. ومش بغلط برضه، بدي الحقيقه، تزعل ولا ما تزعلش، هي دي حقيقتك يا رجوله. المهم يعني، فالراجل برضه ايه، ثابت على نفسه كده. قال لك يا باشا يعني انا بعد ما خدت 2 افريقيا، ومنهم اغلى افريقيا يعتبر في النادي كلها بتاعت القضيه دي، بقول لك ايه، بتاعت اهلي وزمالك دي لن تتكرر عشان تبقى فاهم يعني. الزمالك لو كان كسبها احنا كنا هنعيش عليها من زملكاوي انا بقول لك اهو. فان الراجل ده ياخد البطوله دي وياخد بطوله افريقيا وخد معاك الدوري وخد معاك كاس وسوبر، خد معاك كل حاجه. وبعد ايه جت ايه، تعثر شويه كده في الاداء والنتيجه، فقمت انت قايل له طب ايه، الله يحنن عليك بقى، فاهم؟ رب يعني، فاهم؟ جننتوا الراجل.